العيد جاي، كل سنه وانتم طيبين يا رجاله، وعيد سعيد عليكم كلكم. يا رب يكون عيد زي الفل عليكم. افلام العيد نزلت برضو، وهم لغايه دلوقتي 4 افلام. ايه هم؟ برشامه بطوله هشام ماجد، يا عبد الغفور، باسم سمره، الرجاله الحلوه دي كلها. فيلم كوميدي خفيف كده، مش جاي اتكلم عنه، بس ناوي اخش واقول لكم رايي. فاميلي بيزنس، فيلم من بطوله محمد سعد اللي عودته المفروض، بس انا مش متحمس له فغالبا مش هخشه. انا بنتكلم في كل التفاصيل دي بعدين. في بقى فيلم مهم بالنسبه لي جدا، سفاح التجمع، الفيلم اللي اتسحب من السينمات بعد عرض 4 ساعات، وكان وصل ارباحه لنص مليون، فهو كان داخل في سكه انه هينافس جامد. كارثه بالنسبه لي انه يتسحب، خصوصا انه كان متوافق عليه. مش عارف التفاصيل لسه، بس ممكن نبقى نتكلم في الحوار ده ونعمل حلقه مخصوص. فاكس كل ده، انا جاي تحديدا النهارده اتكلم عن فيلم مهم وعجبني برضه قوي، يجي بيست، اللي من بطوله احمد مالك، مروان بابلو، سلمى ابو ضيف، وميشيل ميلاد. يلا بينا. فيلم ايجي بيست، الفيلم اللي من اسمه انت فاهم انت داخل تتفرج على ايه. بيتكلم طبعا عن مؤسسين موقع ايجي بيست، الاتنين شباب عاديين جدا من الاميريه، ما فيهمش اي حاجه مميزه، حياتهم متكحرته متبهدلين. بتشوف ده طبعا في مروان بابلو واحمد مالك، ازاي بفكره جت في دماغ احمد مالك حياتهم اتقلبت 180 درجه، لدرجه ان بسبب الفكره دي عملوا ملايين. طبعا القصه مستوحاه من احداث حقيقيه، في شويه احداث دراميه كده اتضافت يعني لزوم البهارات، بس الكونسبت العام انت عارفه، انت عارف ايجي بيست كلنا اتربينا عليه يعتبر. الفيلم بالنسبه لي حلو قوي، بتشوف الرحله دي كلها من اول حياتهم قبل ايجي بيست لغايه بعد ما الموقع اتقفل حتى. الفيلم بياخدك في الرحله دي، مش مجرد مش مجرد ازاي عملوا الفلوس وخلاص، لا، في بقى دراما في الموضوع. يعني بتشوف دور سلمى ابو ضيف معاهم كان ايه، ازاي هتستفزك قوي في الفيلم، هتخرج كارهها، كاره الشخصيه طبعا. بتشوف كل التفاصيل دي، يعني ازاي وقعوا اصلا. فالفيلم اوفرول عجبني، لسه هنتكلم طبعا في تفاصيل اكتر وكده. يلا بينا نخش على التقييم على طول بقى الفيلم. الفيلم لازم نحط بس خط كبير كده، ان فيلم من افلام العيد. يعني ايه من افلام العيد؟ يعني فيلم لازم يبقى مسلي لذيذ بتاع، تتفرج وانت بتاكل فشار كده مع عيلتك مع اصحابك، الدنيا في اللذيذ منه. مش فيلم عمق وتحليل ودراما ولازم تستنتج حاجات الموضوع ابسط من كده خالص، واخراج جامد وبتاع. لا، الموضوع عادي، انت عايز فيلم تتسلى. اجواء العيد مش لازم عمق وتحليل وجمدان. فيلم لذيذ، اهم حاجه يعجبك، تطلع مبسوط، مش شرط تفكر فيه بعدها. خلاص، هو كده فيلم حقق التارجت بالنسبه لي. هل ايجي بيست حقق التارجت بتاع افلام العيد؟ حققه، وحققه حلو قوي كمان. دخلت انا والفحل جو صاحبي، طلعنا احنا الاثنين مبسوطين، يعني محدش متضايق. ضحكنا في النص شويه. الفيلم اجواءه بصراحه كويسه جدا، ورشح اي حد عايز تخش فيلم مع اصحابك مع عيلتك حتى، خش يجي بيست زي الفل. هنتكلم اكتر دلوقتي عن نقطه مهمه كنت عايز اتكلم عليها. احمد مالك احنا ما ينفعش نعامله ان هو نجم يعني لسه بيبتدي او لا، او احمد مالك نجم شباك، بقاله كذا سنه افلامه بتجيب ايرادات كويسه جدا، مسلسلاته ليه قاعده جماهيريه كبيره يعني. فهو بالنسبه لكده لازم نحطه في السياق ده، ان احمد مالك نجم شباك دلوقتي، ما شاء الله عليه، ربنا يزيده. الدور بالنسبه له الدور حلو، عامله كويس، وهو كده كده ده المتوقع من احمد مالك. يعني انت مش هتطلع تشكر في احمد مالك قوي عشان دور زي ده مثلا، لان احمد مالك ليه حاجات اجمد كمان قوي. بس كدور في الفيلم زي الفل، ما عنديش اي اعتراض معاه يعني بصراحه. اللي طلع اشكر فيه بقى بالذات مروان بابلو، ده مش عشان انا من فانزو بس، لا والله. القصه دي اول تجربه لمروان بابلو قدام الكاميرات عموما، الكاميرات كسينما او دراما. بالنسبه لي ده احسن رابر من اللي طلعوا، زياد زازا، ابيو، هو احسن واحد يعتبر مثل فيهم. عجبني ليه قوي كده، مش تطبيل وخلاص، هو بالنسبه لي الفكره ده اول واحد اول مره يقف قدام كاميرا، فالدور بالنسبه لاول واحد وبطوله، لا دور كويس، بعيد عن اي عاطفه او بتاع. صياعه الموضوع برده مش قصه قدرات مروان بابلو التمثيليه، زي ما قلت لكم الفيلم ما فيهوش عمق، الفيلم عادي بسيط. هو صياعته في اللي اختار الدور ده لبابلو، يعني الكاست بتاع الفيلم ده هو اجمد حاجه، اللي اختارهم بيفهم بصراحه. مروان بابلو تحس هو بيعمل شخصيته، شخصيه صبري دي تحسها بابلو كارف، كل حاجه ماشيه بمزاجه بتاع، تحس ده جزء من شخصيه مروان بابلو، فهو طلع بيعمل شخصيته، الموضوع كان اسهل عليه. بس شابوه طبعا، وشابوه اللي اختار الدور ده لمروان بابلو. ودي حركه صايعه جدا من الانتاج. ليه بقى صايعه من الانتاج؟ عشان جماهير بابلو، انت كده كده ضمنت بسبب حركه ان مروان بابلو في الفيلم ان في قاعده جماهيريه كبيره جدا هتخش عشان بابلو بس، قاعده جماهير الراب طبعا، اللي انا منهم. بس انا بصراحه يعني مش ده اللي دخلني الفيلم، انا داخل الفيلم عشان كنت متحمس للقصه، القصه حلوه، انا كنت عايز اعرف بتوع ايجي بيست دول عملوا ايه بتاع، فكره صايعه من الاخر يعني. فشابوه برضه لمروان بابلو. سلمى ابو ضيف عامله شخصيه مختلفه تماما عن مسلسل عرض وطلب. عرض وطلب انا بالنسبه لي عرض وطلب ده مسلسل جامد جدا جدا جدا، لو محدش سمع يخش يتفرج، وده بقى فيه تمثيل يعني. الدور هنا مش محتاج برضه التمثيل الجامد، دور عادي بسيط بتاع، بس هي انا بحبها برضه شخصيا، انا بحب اختياراتها، دي النقطه تحديدا، بتنوع، وانا مع التنوع ده. دور عادي شعبي، دور بنت ناس قوي، دور تاجرة اعضاء زي عرض وطلب، فشابوه برضه ليها، عجبتني. كل ده كوم بقى، وميشيل ميلاد ده كوم تاني. ميشيل ميلاد ده هو اللي شايل الكوميديا في الفيلم ده، الفنان ده بقى ماشي على خطوات زي الفل.
هي كيميا في رمضان، كان عمل الساده الافاضل. في برشامه موجود برضو، راجل دمه خفيف، كوميديا سلسه. هو اكتر حد ضحكنا، تتفق يا جوسا؟ اكتر حد يعتبر ضحكنا في الفيلم ميشيل ميلاد. الوحيد اصلا اللي كان الكوميدي، خد بالك، هو العيل الصغير اللي كان معانا. بالظبط، هم يعتبر شق الكوميديا كله كان قايم على ميشيل ميلاد والواد الصغير اللي معاه ده، مش فاكر اسمه بصراحه، بس يعني تحيه ليك برضه يا نجم، يعني الدور كان حلو. بس طبعا اي فيلم لازم يبقى فيه عيوب، ده طبيعي يعني. خصوصا ان ده زي ما قلت لكم هو فيلم بوب كورن كده، فانت يعني من ناحيه ما تدققش قوي مع العيوب اللي هو ازاي ده يحصل، لان مش ازاي، انت عدي الدنيا، انت بتتفرج برضه، انت فاهم، بتتفرج على حاجه انترتينمنت قوي، مش حاجه نازله عشان نقاد او كده. بس العيب بالنسبه لي الواضح يعني ان انا حاسس القصه يعني في شق معين جروا فيه، اهم شق ايجي بيست نفسه. يعني انت مره واحده السيرفرات اتعملت، الفلوس جت بتاع، مفيش تفاصيل شويه، مفيش، ما مهدتش الموضوع قوي. الاحداث في ربع ساعه في النص جرت، ربع ساعه دي كانت ممكن توصل نص ساعه مثلا، كنت ممكن تقلل احداث تانية وتزود الموضوع نفسه. يعني القصه فعلا هي الاسم ايجي بيست وكده، بس جروا في اهم حته الفرشه الايجي بيست. اي فيلم يعني جو مثلا بيقول لك كيرة والجن فرشوا له قوي طبعا، انت وعلى فكره كون ان كيرة يجي بيست ما نتفرجش كده انا اعديها، لان كيرة والجن انت فيلم يا باشا، ده درامي تمثيل، انت لازم يبقى 10 على 10، ما ينفعش حاجه زي تعدي. واخراج مروان حامد طبعا، ده هو بيعاملك انت فاهم، انت داخل تتفرج تتسلى فعدت. بس انا بصراحه يعني الحته دي ضايقتني، انا كنت عايز اطول في الحته دي شويه، كنت هتكيف يعني وهنبسط اكتر. بس مش مشكله يعني، عيب يعدي. الفيلم من الاخر يا جدعان، لو حد عجبه مثلا فيلم الحريفه، هو مش شبه الحريفه، بس لو حد عجبه فكره الافلام الشبابيه اللي بتخشها مع اصحابك بتاع، بتضحكوا بتاكلوا فشار، الافلام اللي كده كده ان شاء الله هتجيب ايرادات كويسه يعني، هيعجبك قوي الفيلم ده. فزي ما قلت انا برشحه لكم. المهم دلوقتي رايك انت، لو انت دخلت اتفرجت قول لي عجبك ما عجبكش، ايه اللي عجبك فيه، رايك في بابلو، كل الاسئله الحلوه دي، اي حاجه عايزين نتناقشوا فيها انا معاكم. لو انت ما دخلتش الفيلم انا بنصحك تخشه، فيلم كويس مع اصحابك مع عيلتك بتاع، فيلم خفيف لذيذ كده، ما تستناش برضو، انت مش داخل على اوبنهايمر، وفي نفس الوقت في العيد زي الفل مرح يعني وزي تمام. تقييم انا الشخصي للفيلم ده هو 7/10. فيلم 7/10، فيلم بسيط سهل كده، دمه خفيف، مش طالع زهقان ولا متضايق، حلال فيه الفلوس عادي يعني. وبس كده يبقى خلصنا الحلقه عن ايجي بيست، في حلقات جايه ان شاء الله عن برشامه وعايز افهم سفاح التجمع ده، انا كان نفسي اشوفه، لو حد شافه يقول لي ايه الوضع اللي فيه يعني. هبقى اعمل حلقه عن انه ليه اتمنع والكلام ده، لان الاسباب بصراحه بالنسبه لي عبثيه. بس يا رجاله، اي حاجه في الكومنتات بقى، ما تنساش بس وانت نازل الله يبارك لك سبسكرايب، اهم حاجه السبسكرايب، لان القناه ما شاء الله مشاهدات كويسه بس الدنيا على قدها في المشتركين. اظبطونا يا رجاله الله يكرمكم. سيب كومنت بقى زي ما قلت لك وناقشنا وبتاع ده، لايك برده، شير الحلقه، هتلاقي لينك التيك توك، خش اعمل لنا فولو. روق علينا كده يا صاحبي، عايز حاجه؟ سلام. مش عايز حاجه. انا اظن مش همنتج